بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. اليوم راح نديرو تليتلي مع دجاج محمر في الكوشة. نبداو على بركة الله. بديت حطيت التوابل وزدت لهم 2 مغارف كبار زيت زيتون ومغرف صغيرة ملح وشوية ماء وثاني 2 سنينات ثوم. وبعدها جبت الدجاج تاعي وبديت نقطع فيه بهذه الطريقة باه تدخلوا مليح التتبيله. وفي هذيك التتبيله جبت 2 ورق رند وحطيتهم وبديت نتبل في الدجاج تاعي مليح كيما راكم تشوفوا. ولهنا كنت نسيت ما حطيتش الطماطم تاع الباط والهريسه، حطيتهم وضفت معاهم مغرف كبيره من الخل الابيض اللي استخدمته كبديل على القارص. تحبوا ديروا القارص والخل الابيض في زوج يعطيكم نفس النتيجه. وبعدها غطيته بسيلوفان وخليته يريح. انا خليته 3 سوايع، نتوما تحبوا تخليو حتى 6 سوايع نورمال. ولا هنا قطعت البصل وسكرفشت الطماطم والثوم وثاني قطعت الفلفل. بعدها جبت هذاك المول حطيت فيه 2 مغارف كبار زيت زيتون وهذيك الخضره اللي كنت قطعتها وحطيت معاها شويه من الملح وخلطت مليح. وبعدها ستفت فوقها هذيك البطاطا والزروديه كما راكم تشوفوا. وثاني جبت هذاك الدجاج وحطيته مع الخضره. وهذيك التتبيله جبتها وحطيت فيها 2 كيسان ماء. انا هنا غلطت حطيت غير 2 كيسان ماء ومن بعد نشفت لي لاصوص. نتوما ديروا ربع كيسان باه تجيكم قيس قيس. ولا هنا غطيتها بسيلوفان ودخلتها الكوشه تطيب لمده ساعه و20 دقيقه. ولا هنا راحوا لتليتلي انا استعملت ترطل، راح نحط النص تاعو يتقلى ونكمل النص الاخر. وبعد ما قليته حطيت فيه مغرف كبيره من زيت زيتون ونزيد له كاس من الماء ونخلط مليح. ما بعد ما خليته يريح وشرب الماء تاعو راح نحطه يفور. وبعد ما فور نحيته درت له شويه ملح وراح نبخوه بالماء.
وبعد ما شرب الماء تاعو راح نعاود نردو يفور. ولا هنا خرجت المول تاعي كيما راكم تشوفوا. الدجاج طايب، البطاطا ثاني طايبه. راح نحي البطاطا والزروديه ونجيب هذاك التليتلي ونحطه في هذيك لاصوص. كيما راكم تشوفوا لاصوص تاعي هنايا ناشفه خلاص. باسكو ما درتش الماء بزاف، نتوما حاولوا ديروا الماء بزاف في الاول. ولا هنا بعد ما درت تليتلي راح نبدا نسد في هذيك البطاطا والزروديه مع الدجاج باه نحطهم يتحمروا من فوق. ما راحش ياخذوا وقت بزاف، يا ربي 5 دقائق يتحمروا. هنايا درت برك الزبده، تحبوا تستغنوا عليها نورمال. وهاوليك التليتلي تاعنا بعد ما طاب جبنين ما شاء الله. الدجاج والبطاطا طايبين زبده. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. الى الملتقى ان شاء الله.